ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان الايام الجايه خلاص عيد الام قرب، كل سنه كل امهاتنا يا رب بخير وربنا يخليهم لينا. في حاجه كده حابه اتكلم معاكم فيها. طبعا هنلاقي اكيد السوشيال ميديا الايام الجايه مليانه صور جميله، وكل واحد بينزل صورته مع مامته ويقولها كلام حلو وحب وحضن كتير وضحك، وكل ده حاجه جميله جدا وشيء طبيعي جدا، لان فعلا الام تستحق كل الحب وتستحق طبعا حاجات اكتر من كده بكتير. واكيد كل واحد فينا عنده حكايه جميله مع مامته، موقف صغير، كلمه حلوه قالتها له اثرت فيه، او حتى دعوه كانت دايما بتدعيها من كل قلبها يعني. وطبعا الام حقيقي هي الشخص الوحيد اللي في الدنيا اللي بيفرح لفرحك كانه فرحها هي فعلا، وبيحزن برضه بالحزن اللي انت حاسه بيه. يعني انت لما بتيجي تبقي حزينه تلاقيها هي اللي حزينه اكتر منك، وهي اللي شايله الهم اكتر منك. فحقيقي الام دي عظيمه، يعني مفيش حد ابدا بيحس بالمشاعر دي قدها. عشان كده يوم عيد الام ده بيبقى يوم جميل مميز قوي، وناس كتير بتحاول تقول لمامتها شكرا، شكرا على السنين، شكرا على التعب، شكرا على الحب اللي اتقدم من غير اي مقابل. بس الحاجه اللي عايز اتكلم فيها بقى النهارده جت في بالي فعلا، ان مش كل الناس بتستقبل اليوم ده بنفس الاحساس وبنفس الفرح. في ناس عندها عيد الام على فكره مش مهم ومش مفرح خالص. وفي ناس اول ما يشوفوا الصوره اللي بتنزل على السوشيال ميديا مع حد مع مامته قلبهم حقيقي بيتوجع، لان الناس فقدوا امهاتهم، والمكان اللي كانت بتقعد فيه الام بقى فاضي، والصوت اللي كان بينادي عليهم بقى مجرد ذكرى. ويمكن حد يشوف صورته مع مامته فيفتكر، يعني يقول يا امتى اخر مرة ماما حضنتني مثلا، فيحس يعني بمشاعر مؤلمة بالنسبة له. علشان كده انا بحس ان يفضل اني ما نبقاش بننزل صور كتير على السوشيال ميديا، نراعي الناس اللي مامتها مش موجودة، لان فعلا في ناس تانية مامتها ممكن تكون ما رحلتش وبتبقى لسه عايشة لكن بعيدة عنهم تماما، زي سفر، سواء ظروف سفر او اي ظروف تانية او حتى خلافات. وفي ناس بقى من البداية خالص بيبقى عندهم حضن الام ده هم ما حسوش خالص، يعني الحياة ما ادتلهمش الفرصة ان يعرفوا يعني ايه اصلا حضن ام. عشان كده واحنا بنحتفل حقيقي بعيد الام خلينا نفتكر حاجة صغيرة قوي، ان في ناس بتبقى قدامنا مبسوطة لكن اليوم ده حقيقي بيبقى صعب عليها جدا. انا مش بقول طبعا اننا ما نفرحش بامهاتنا، بالعكس، لو مامتك موجودة في حياتك دي نعمة كبيرة جدا. روح قول لها كل سنة وانت طيبة، اقعد معاها شوية، اسألها عن يومها، قولها كلمة حلوة تفرح بيها. وحقيقي حقيقي الحاجات دي بتفرق معاها جدا. لكن في نفس الوقت واحنا بنشارك فرحتنا خلينا برضو نفتكر ان الناس اللي فقدوا امهاتهم، وندعي لامهاتهم، نترحم عليهم، ونبعت لهم كمان كلمة طيبة يخليهم يحسوا بذكريات جميلة ويفتكروا امهاتهم زمان. انا بس حابة اني يعني اقول كلمة بسيطة خالص، شكرا لكل الامهات اللي موجودة دلوقتي، شكرا على السهر اللي محدش شافه غيرك، وشكرا على القلق اللي كان في قلبك كل مرة نتأخر فيها، وشكرا على الدعوات اللي كانت بتتقال في صمت، وشكرا لانك كنت دايما الامان. ولكل ام رحلت عن الدنيا وسابت اثر كبير في قلب اولادها، ربنا يجعل كل تعبك في ميزان حسناتك، وربنا يجمعك باولادك في يوم من الايام. وفي النهاية لو مامتك لسه موجودة ما تستنيش ان عيد الام يجي عشان تقول لها كل سنة وانت طيبة او ان انت بتحبيها. لا، قول لها النهاردة، قول لها على طول، قول لها قد انك بتحبها. ويمكن الكلام الجميل اللي انت هتقوله لها ده هتبقى فعلا اجمل هدية في اليوم بتاعها. وقولوا لي معايا، يعني قولوا لي رايكم في الكومنتات، ان فعلا فكره ان حد ينزل صور ويعبر عن حب مامته في السوشيال ميديا دي حاجه بالنسبه لكم صح او كويسه، ولا يفضل ان احنا بدل ان احنا نفضل ننزل صور نقعد مع امهاتنا نخرجهم، نجيب لهم حاجه حلوه حتى لو حاجه بسيطه، تعزموهم على اكله حلوه يعني. انا عايزه ارائكم في الكومنتات، وقولوا لي برضو ايه المواضيع الحلوه اللي انتوا حابين تتكلموا فيها بعد كده. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، وبحبكم جدا. باي باي.